يسعد مساكم، تحية طيبة للكل. في ناس عندها هواية بالأكل، وما في حدا ما بيحب الأكل، ما في حدا ما بيحب بطنه. بيحبوا ياكلوا وما ينصحوا، حقهم الجماعة. بس اليوم بدك تعرف كيف تنقي أكلك وتنقي غذائك، وتعرف شو تختار وتعرف شو تاكل. غالبا الناس اللي بتعاني من البدانة بيكون في عندها شراهة للنشويات وللسكريات، بياكلوا كتير مواد سكرية، مواد يعني ما في إلها أي قيمة ما في إلها أي قيمة غذائية. وأهم شغلة كمان، في شغلة تانية إنه ما بيلتزموا بقواعد الغذاء، بقواعد الطعام على مدى اليوم. يعني هو يفضل دائما انه يكون في عنا انتظام، ما ناكل بطريقة عشوائية. يعني لازم يكون في عنا تقسيم للوجبات من 3 إلى 4 وجبات، ممكن 5 وجبات حسب النظام المتبع. يعني وإلا ما راح تستفيد شيء من علاجك للبدانة، أو تتخلص من الوزن الزايد اللي عندك إياه. خصوصا إنه البدانة هي مصدر كتير، يعني مصدر أمراض كتير. فشو الحل؟ اليوم أنت لازم أول شيء تتعلم تاكل وجباتك بصحن، يعني وجبات صحن صغير يعني. فيكون مثلا مليء بالخضار، وبالإضافة للوجبة الرئيسية ممكن تكون رز شيء بسيط 100 جرام، أو شرحة دجاج. ما راح نقلكن شرحة سلمون يعني، ولا راح أقلكن لحتى شرحة الدجاج خلوها ربع شرحة، ما في مشكلة. بس المهم لازم يكون في شرحة دجاج، 100 جرام 150 جرام، لأنه البروتين كثير مهم. نحن عم نحكي بالشكل العام والشيء الرئيسي، لأنه لازم يكون في بالوجبة آه، غذاء يعني، أو لازم يكون في وجبة بروتين. بيض، لازم يكون في لحمة حمراء، لازم يكون في لحمة بيضاء، ما في أي مشكلة، يلي متوفر. هلا ممكن حدا ينط لي منكم يقول لي واللي ما متوفر، أخي ما متوفر ضبر راسك. بس هذا الشيء الرئيسي. واعتمد بالدرجة الأولى على الخضار والسلطات، وابتعد عن النقوشة بالليل. في عالم بتفيق الساعة 10 11 أو 12 وحدة بالليل، بحبوا يملخوا رغيف خبز وشحطة زيت زيتون وملح، وبياكل وبينام، وبيقول انه انا ما اكلت شيء ولا تأثرت بشيء والحمد لله. يعني ما فيها شيء، بس انت بتعرف شو عملت تكون بحالك؟ يعني خليت الانسولين يطلع لفوق هيك. تمام. فبتمنى انه العالم هيك تستفيد شوي من موضوع الاكل، لانه فعلا في عالم كثير عم تعاني من موضوع السمنة، و والله لا يضر حدا. شفناكم بخير. شغلة سريعة هيك.